السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل ايه؟ بصوا حبايب قلبي، النهارده هنعمل ايه؟ صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل ريش مشوية، بس هنعملها في الصينية، يعني في الصينية التيفال. هحط زيت وهعملها فيها. هنعمل التتبيله ايه بتاعت الريش؟ هنعمل ريش وهنعمل قرع عسلي، بس هنعمله شوربه بالجزر، 3 جزرات، وده القرع العسلي مقشراه ومخرطاه وغسلاه ومخليه زي الفل اهو. وهنعمل معاه توم وبصل وجنزبيل. هقول لكم هنعمل ايه واحده واحده عشان ما نتوهش من بعض. دلوقتي هنبدا نتبل الريش دي، وهنسيبها في التتبيله ساعتين، لو من بالليل يبقى احسن. هنحط كده بتاع ايه زي ما انتم شايفين كده، 4 بصلات 5 بصلات اهم، يعني دول كويسين قوي. 5 بصلات او 6، بس دي عشان صغيره ما بحسبهاش بصلايه، بحسب الاتنين واحده. ماشي. وهنحط طماطمتين وهنضربهم في الكبه، وملح وفلفل، مش اكتر من كده. ممكن نعصر عليهم نص ليمون اهو. كله هنضربه مع بعض. ادي الطماطمتين غسلاهم اهو، احطهم في الكبه اهو، وملح وفلفل، مش اكتر من كده. ماشي يا حبايبي، هضربهم وارجع لكم. كده ضربنا الطماطم مع البصل زي ما انتم شايفين كده. هنحط معلقه ملح كبيره، ماشي اهو، معلقه وشويه، عشان دول ما شاء الله 3 كيلو. ماشي. وهنحط فلفل اسود، ماشي يا حبايبي، وحبه زيت. هي دي التتبيله. حتى لو عايزه تشويها على جريل، عايزه تشويها في الفرن تشويها. وهنحط معلقه سكر، وهنعصر عصير ليمونيه واحده، ومعلقه سكر صغيره. هي دي التتبيله، وهنسيبها لمده ساعتين او من بالليل اعمليها، مفيش مشكله. بصوا حبايبي، كده تبلناها زي ما انتم شايفين، وسيبناها ساعه في الملح والفلفل ومعلقه سكر وبصل وطماطم وليمونه معصوره. هننزل بيها بقى في الصينيه. ده زيت سخن، هننزل كده نعمل لها صدمه ببصلها بكله اهو اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله ما شاء الله اهو. ماشي حبايبي اهو، كلها هنحطها على بعضها وبصلها وكله، وتشرب ميتها وتتحمر منها فيها اهو. يعني حتى البصل هنحطه اهو، ونغطي عليها بالورق الفويل، الورق الفويل، وتقعد لها ساعه، تقعد لها ساعتين، زي ما تاخد هوريها لكم اهو. كل التتبيله حطيتها زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي. هنرجع بقى نعمل ايه؟ نعمل شوربه القرع. عندنا جزرتين كده مقطعهم كبار، وعندي بصلتين هقطعهم زي اي تقطيعه، كله هيتضرب في الخلاط. وعندي 3 4 فصوص توم وملح وفلفل. وعندي هنا القرع متقطع ومغسول زي الفل زي ما قلت لكم. هنجيب حله نقطع فيها البصل وارجع لكم. بصوا حبايبي، كده قطعنا 3 بصلات زي ما انتم شايفين كده، تقطيع عشوائي، اي تقطيع قطعيه ماشي، بس هتشوحيه تشويحه حلوه. هنشوحه تشويحه حلوه، وبعدين نحط عليه الجزر متقطع، ونحط عليه 5 6 فصوص ثوم، وبرده نشوحه تاني، وبعدين ننزل بالقرع العسلي، ونحط عليه الشوربه، ونسيبه لما يستوي. ماشي معاكم واحده واحده كده. نشوح البصل تشويحه حلوه وارجع لكم. الاكله النهارده تحفه، والشوربه دي تحفه. الشتاء جت بقى، ولازم تشتغلي على الشرب لاولادك ولجوزك ولحبايبك. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب. شكرا جزيلا لكل الناس اللي بتعلق لي، وشكرا للناس اللي اشتركت عندي. ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ودايما كده في تقدم، ودايما كده اقدم لكم كل جديد يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي، هنا شوحنا البصل حلو، وحطينا 2 مكعب ماجي زي ما انتم شايفين كده. اللي مش بيحب ما يحطش، مفيش مشكله. وهنزل بالجزر ماشي اهو، برضه هنشوحه كويس قوي قوي قوي. ماشي. هننزل ب 5 6 فصوص ثوم اهو. الجنزبيل بقى هنحطه، بس مش دلوقتي. حط له جنزبيل برضه فريش او باودر، اللي عندك حطيه. برضه هنشوح الجزر شويه كويس، وبعدين هرجع لكم. شوحنا الجزر مع البصل مع الثوم مع الماجي تشويحه حلوه.
هننزل بقى ايه بشويه شوربه، عشان عندي شوربه متشاله في الفريزر بس مش هحطها كلها اهي. ماشي. وهنزل بقى بالقرع العسل. ثانيه واحده. بصوا حبايبي، نزلنا بالشوربه وبالقرع العسل، هنغطي عليه. هتشوفوه بقى لما يستوي هيهبط، يعني مش هيفضل كده. هنغطي عليه لما يستوي هرجع لكم. وهنا الريش ما شاء الله شغاله اهي، بسم الله ما شاء الله. رشيت لها حبه فلفل اسود من على الوش لان حسيت الفلفل الاسود بتاعها قليل اهي، زي ما انتم شايفين كده. هتستوي منها فيها، كل الميه دي هتشربها وهتشوفوها في الاخر شكلها ايه. بالهنا والشفا حبايبي، بالف هنا وشفا اهو. ماشي. خليكم معايا يا حبايب قلبي قلبي ونور عيني. بصوا حبايبي، الشوربه دلوقتي دخلت على السوا اهي، زي ما انتم شايفين كده. قطعت حته جنزبيل قطع كده اهي. ما عندكوش حطوا جنزبيل بودر زي ما قلت لكم، بس الفريش بيبقى طعمه حلو قوي مع الشوربه. وهنسيبه كده نص ساعه مع الشوربه، وهنرجع بقى نضربه مع بعض، مش اكتر من كده، بس لسه قدامها نص ساعه كمان. وهنا بصوا الريش لسه ما استوتش. كل ما بتعوز كوبايه ميه سخنه بحط لها، وحطيت لها 5 6 فصوص توم صحاح كده، بيدي طعم وريحه حلوه. ماشي. هتشرب ميتها خالص. بعد كده هندخلها تحت الشوايه. ماشي حبايبي، كده شغالين حلو قوي، والوصفه جميله ما شاء الله، والشوربه هتبقى خيال خيال يا جماعه. بصوا حبايبي، انا بعد ما سويتها لقيتها كتير قوي علينا، فانا هاخد نصها اضربها في الخلاط واحط عليها الكريمه، والنص التاني هسيبه لما يبرد، هشيله في اكياس في الفريزر في كيس، ومره تاني اطلعه يا دوبك اضربه واحط عليه الكريمه، مش هيخسر. فانا قلت برضه اقول لكم ان الكميه دي كبيره قوي، لان يعني الراجل باعت لي قرعايه كبيره قوي ما شاء الله، بالف هنا وشفا. فانا هضرب نصها في الخلاط وهرجع لكم. بصوا حبايبي، كده الشوربه خلاص خلصت اهي، بسم الله ما شاء الله. ضربت نصها زي ما قلت لكم، يا دوبك هنحط عليها الكريمه. ما عندكيش كريمه حطي كوبايه لبن اهو، ما بنقفش على حاجه، يعني اللي موجود نعمل بيه. بنقول ما مش هنقدر نشتري كريمه غاليه، نحط كوبايه لبن. واحلى شوربه قرع هتدوقيها ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه، وفيها غذاء وفيها فيتامينات وفيها كل العناصر الغذائيه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. خشوا على النت واسالوا ايه فايده القرع العسلي اهو يا حبايبي، تحفه ما شاء الله، بالف هنا وشفا. وهنا الريش خدت لها بتاع ساعتين بصراحه، لان احنا بنحب اللحمه دايبه اهي. بصوا قربت خلاص اهي، بصوا بتتفزق اهي. هتشرب بس الميه بتاعتها وندخلها تحت الشوايه، وبالف هنا وشفا حبايبي، تحفه تحفه تحفه، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. ماشي حبايبي. بصوا حبايبي كده اهي ما شاء الله، شربت ميتها، مفيش الا الصوص بتاعها اهو زي ما انتم شايفين، واستوت واتهرت. هندخلها تحت الشوايه تاخد وش كده، وهوريها لكم بعد ما تطلع، يعني ما تخلص هوريها لكم، هتاخد لها بتاع 10 دقايق. ماشي حبايبي. لو عندك حته زبده حطيها، انا بصراحه ما عنديش، ممكن احط ايه معلقتين زيت على الوش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين الريش تحفه تحفه، شايفين اللون الجميل ده، شوي يعني شوي على اصوله، تتبيله على اصولها، طعم وسوى ايه مش قادره اوصف لكم. خدت بالظبط تحت الشوايه 10 دقايق. بصوا دايبه، بصوا والله يا جماعه دايبه بصوا اهي ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا حبايبي. بصوا اهي بصوا اللحمه، بصوا ما شاء الله ما شاء الله، احلى تتبيله. لو عايزه تشويها على الفحم هتشويها، لو عايزه تشويها في صينيه هتشويها، لو عايزه تعمليها على جريل عندك الاختيارات، ودي حاجتك انت حره فيها. انا عملتها في الفرن بنفس الطريقه دي، تحفه، تتبيله روعه، الريحه جميله، تحفه تحفه. شوربه القرع حاجه خيال وغذاء وفيتامين وكل العناصر الغذائيه. ام يوسف بتقدم لكم كل جديد وكل حاجه تستفادوا منها، بسم الله ما شاء الله يعني. وعملت جنبهم شويه رز ابيض، ما رضيتش اعمل الرز الابيض قدامكم عشان ما اطولش عليكم بصراحه الفيديو. ادي شويه رز ابيض وشويه سلطه، وبالف هنا وشفا حبايبي، مش قادره اوصف لكم الوصفه عامله ازاي. حبه كريمه كده من على الوش لما تيجي تقدميها في الطبق بتاعك، تحفه ما شاء الله، وبألف هنا وشفا حبايبي. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش تلايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.